انك تبقى بنت في الشارع ده معناه ان جسمك مش ملكك لوحدك، لا ده ملك لكل الناس اللي انت بتعدي من جنبهم وانت رايحه في اي حته في البلد. وعشان كده يبقى لازم تحترمي حقهم في جسمك وتعملي حسابهم معاكي وانت بتلبسي، عشان لو لبسك مش عاجب الناس اللي في الشارع يبقى من حقهم ان هم ينتقدوكي، يلمسوكي، او يتريقوا عليكي، او يتفوا عليكي، او يرموا عليكي طوب، او يرشوكي بميه النار، او يزنقوا عليكي بالعربيه او بالموتوسيكل ويضحكوا، لان خوفك مضحك بالنسبه ليهم، ولو اتخبطتي نصيبك وهم هيكملوا ضحك عادي. لان احنا مجتمع محافظ واحنا ناس متربيين. لازم تسمعي يوميا كلام من نوعية مزة ووحش وبطل وتاخديها على اساس انها مجاملة. لما تشتري اي حاجة او تسألي اي حد على اي حاجة، طبيعي يبص على جسمك قبل ما يرد عليكي. طبيعي في الميكروباص او التاكسي المراية تبقى متوجهة عليكي والسواق مركز عليكي اكتر ما مركز على الطريق. بيبقى اقصى طموحك انك انت تركبي المترو او الميني باص او الميكروباص وتطلعي منه سليمة، تتعكسي بكل الطرق الممكنة بمعدل 10 ل 20 مرة في الشارع الواحد، وتسكتي على كل ده لكذا سبب. اولا لان لما حد يتحرش بيكي وتقولي له يا سافل، هيرد عليكي بمنتهى البساطة ويقول لك كلمة بذيئة، لانه طبعا ما عملش حاجة غلط ومش منطقي انك انت ترد عليه وتشتميه. ثانيا لانه ممكن يفهم بشتمتك دي انك بتتجاوبي معاه. ثالثا انت هتواجهيه لوحدك لان مفيش حد هيقف معاكي، وغالبا الستات هتهزقك قبل الرجاله. رابعا لانك عمرك ما هتقدري تشتميهم ولا تتخانقي معاهم كلهم، لانك كده هتنزلي الشارع عشان تتخانقي وبس، ومش هتلاقي وقت تعملي فيه اي حاجه انت عايزاها ولا تخلصي مشاويرك اللي انت اصلا نازله عشانها. يحصل لك كل ده وتتشتمي وتتبهدلي برضه عشان انت السبب في كل اللي بيحصل لك ده. السبب مش المتحرش ولا الدولة ولا القانون ولا المجتمع، لا، انت السبب. يحصل لك كل ده طول حياتك، والمفروض انك انت تفضل عندك طاقة انك انت تروحي وتيجي وتدرسي وتشتغلي وتتجوزي وتحبي وتفيدي غيرك وتفيدي نفسك وتفيدي مجتمعك. المفروض انك انت تعملي كل ده، والمفروض تفضل عندك طاقة تعيشي، والمفروض يحصل لك كل ده وتقدري تتعاملي مع الناس كلها عادي وما تكبريش الموضوع، وما تنعزليش ولا تبطلي تنزلي من بيتك وتعيشي حياة طبيعية جدا. الشعب المصري يعمل ثورات، يغير حكام، يغير برلمانات، يغير دساتير، بس الحاجة الوحيدة اللي الشعب المصري لازم يعملها هي احترامه لنفسه وتمسكه بتعاليم دينه واحترامه ليكي ولرغباتك ولأحلامك وحقوقك ولخصوصيتك ولإنسانيتك. عموما مهما أي راجل بما فيهم أنا حاول إن هو يحط نفسه مكان أي بنت في مصر يوم واحد بس، عمره ما هيتخيل اللي البنت بتمر بيه، وبالتالي ما بيصدقش اللي بيحصل، او بيتخيل ان اللي هي بتقوله مبالغة، والحقيقة ان هما ما بيعرفوش يقولوا ربع اللي بيحصل اصلا. ومن الاخر ده ان دل على شيء فبيدل على اننا شعب متدين بطبعه. ليه احنا بنعمل في البنات كده؟ الناس المتحرشين دول هنفضل نسكت عليهم لحد امتى؟ كلامي هنا مش هيبقى موجه لأي بنت، انا كلامي موجه للشباب اللي هي بتعمل الحاجات دي، الشباب اللي اتعاكس دي. مش هسألك إذا كان عندك إخوات ولا لأ، لأن الشخص المتحرش طبيعي إن هو يكون ما عندوش نخوة أو حمية على إخواته. تمام؟ هتقولي عندي، وهتقولي معرفش لا وإزاي ومعرفش إيه، بس لأ أنت ما عندكش. سؤالي ليك، استفدت إيه؟ أنت إيه اللي أنت استفدته؟ عكست واحدة لمستها، تمام؟ حصل إنها تجاوبت معاك وخدتها ورحتوا حتة وقضيت اليوم بتاعك وروحت البيت. أنت استفدت إيه دلوقتي؟ انت خسرت حاجات كتير. انت خسرت احترامك لنفسك واحترام المجتمع ليك ونظرة ربنا ليك. خسرت حاجات كتير جدا. انت بقيت حيوان، وللأسف الحيوان ممكن يكون أفضل منك.